عز الدين أناحي في دائرة الضوء. ظاهرة كأس العالم قطر 2022 تيتير فضول مراقب كرة القدم، وبالتالي الملف الشخصي لأناحي هو الأكثر مشاهدة في موقع ترانسفير ماركت في الساعات الأخيرة. أناحي ولد في مدينة الدار البيضاء، وأول خطوة ديالو مع الرجاء البيضاوي ثم أكاديمية محمد السادس، ثم انضم سنة 2018 إلى مركز ستراسبورغ بفرنسا. البالغ من العمر 22 سنة انضم إلى لافونش كهاوي، وكان أول مقابل له يوم 28 أوت 2020 ضد لافال. سنة 2020-2021 انتقل إلى أنجير في 22 شتنبر 2021. قطع اللاعب 13.95 كيلومتر في مباراة واحدة ضد أولمبيك مارسيليا الدورة السابعة من بطولة فرنسا القسم الأول. وعلى الرغم من أدائه الجيد بأنجير، أناحي يأتي في القيمة السادسة بالنسبة لفريقه بقيمة 3.5 مليون أورو، وراء بول برناردوني ونبيل 5 مليون أورو، سفيان بوفال 8 مليون أورو. وبدون شك القيمة المالية ديالو سترتفع في الانتقالات المقبلة. صنع أناحي مفاجأة في الواقع بينما لم يتم استدعائه من قبل المدرب السابق وحيد خليلوفيتش للمشاركة في كأس إفريقيا. خاض أول مقابلة دولية ضد غانا وأضاف 13 مقابلة رصيده 7 تحت والد الركراكي. اليوم أناحي عضو أساسي في المنتخب المغربي، بدأ كل المباريات ديالو 100% مدة اللعب. الدورة 16 ضد إسبانيا بصم على مقابلة جيدة ونال إعجاب المدرب الإسباني لويس إنريكي. قال: لقد فوجئت بالرقم 8، من أين أتى هذا الرجل؟ لقد لعب جيدا، لقد فاجأني. نتمنى له في الانتقالات المقبلة فريق يبرز فيه الموهبة ديالو بشكل جيد، وحظ سعيد مع المنتخب المغربي في الإحصائيات المقبلة.